يا بنات عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه جباره لكل واحده حواجبها خفيفه. آه وبتروح تعمل حاجات ملهاش لازمه كل شويه في حواجبها. لا، انا هقولك بقى طريقه سهله، بدل ما تروحي ترمي فلوسك في الارض كل شويه. لا، هقولك طريقه سهله هتطلع لك شعر الحواجب بسرعه، وكمان الشعر اللي هتطلع البصيله بتاعتها هتبقى قويه جدا. مش هتقع بسهوله. ماشي. قبل ما اقول لكم الوصفه انزلوا اشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. اول حاجه معايا هجيب بصله واقطعها صغير بالشكل ده. البصل فيه ماده الكبريت، ماده الكبريت دي بتقوي البصيله جدا، من اكتر الحاجات اللي بتقوي البصيلات. تحفه جدا جدا جدا. وكمان فعال بسرعه، يعني انتي في خلال شهر ان شاء الله هتلاقي نتيجه حلوه قوي. ماشي. دلوقتي البصله دي انا هضربها في الكبه وصفيها كويس قوي، واقول لكم هنعمل ايه. ماشي. ضربت البصل اهي وخدت العصير بتاعها، خدت العصير بتاع البصل ده. ممكن تضيفي عليه زيت خروع، نقطتين من زيت الخروع. هيعمل ريحه البصل، وكمان بيتقل الحواجب جدا. هتبداي تعملي ايه بقى؟ هتاخدي العصير البصل لوحده، او حطيتي عليه زيت خروع، وهتاخديه وتدعكي الحواجب كويس قوي بيها، بقطنه او بايدك او بالودانه. وهتعملي حواجبك كويس قوي، وتسيبيهم 10 دقايق بس وتشطفي حواجبك. هتعملي الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع، شهر بالظبط، وهتشوفي حواجب تحفه. ماشي. 3 مرات في الاسبوع، طريقه فعاله جدا وسهله. قومي يلا جربيها من دلوقتي وادعيلي. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. مع السلامه.